السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمو جمال رجع لكم بمثل جديد، تحب تسمعه يا محمد؟ مثل على كل لسان، مثل بنقوله كبير وصغير، تخين ورفيع، طويل وقصير، كله بيقوله بس مش عارف ايه حكايته. عاوز تعرف ايه حكايته المثل؟ تعرف ايه هو المثل؟ لا. طب استنوني، اوعى تمشوا، هقول لكم مثل كلنا بنقوله. استنوني ما تمشوش. اقول لك ايه الحكايه اللي حصلت معايا يا محمد. كان عيد ميلاد مراتي وما كانش معايا فلوس اشتري حاجه، كل حاجه نار، نار يا حبيبي نار. قلت افكر اجيب لها ايه؟ قلت اجيب لها مج عليها اول حرف من اسمها، وقعدت لها وبقول لها وانا مكسوف ما تزعليش مني معيش فلوس. قالت لي بصرة المحب خروف. قلت لها انت عارف حكايه المثل ده؟ قالت لي لا. اقول لها اقعد احكيهولك. عاوزين حد تسمعه يا محمد؟ نسمعه. في يوم من الايام كان في واحد فقير شغال جنايني عند ملك كبير. بنت الملك وقع منها الحلق. اول ما وقع منها الحلق كان غالي جدا لابن جنايني. بعدين راح للملك وسلمه له. بعدين بنت الملك شافته امين، قالت خلاص ده راجل امين وهيفضل يحافظ عليا، هيحافظ ايه عليا. حبته والجناين حبها، وعاشوا في قصه حب صامته من بعيد، عشان لازم يتقدم لابوها قبل ما يحبها وقبل ما يعيشوا قصه حب. المهم راح لابوها. ابوها قال له ازاي انت جناين عندي، ازاي اخليك تتجوز بنتي، انا بنتي الاميره بنت الملك. قال له يا مولاي انا بحبها وانت عارف امانتي. بنت الملك قالت له يا بابا لازم اخده، عشان لو خدته هيحافظ عليا، عشان ده مش حرام. لو حرامي كان خد مني ايه؟ خد مني الحلق ومشى، والحلق انت عارفه غالي قوي. قال لها خلاص يا بنتي انت اللي اخترت، بس ما تيجيش تندمي. في يوم من الايام ماشي الجنايني مع بنت الامير وكانت مراته، فضل يدور على حاجه اداها لها هديه في الجنينه. يروح يمين ما يلاقيش، يروح شمال ما يلاقيش، لغايه ما ربنا هداه واعطاله بصره. ولقي البصره وراح لها وقال لها خد البصره. طبعا مراتك لو قلت لها خد البصله هتطلع عينك، صح؟ ايوه. خليها في سرك محدش يقول انا راجل في بيتي، انا راجل في بيتي. المهم قال لها خد ايه؟ البصله وهو مكسوف. قالت له انت مكسوف ليه؟ قال لها عشان مكسوف ما جبتلكيش الا بصله. بصته من فوق لتحت وقالت له كفايه حبك ليا، ده البصله في عين المحب خروف، البصله في عين المحب خروف. استنونا بمثل جديد مع محمد جمال، وسجدة ان شاء الله يا جمال تكون موجودة. السلام عليكم.